السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ هسه يا رب فيديو جديد. في هذا الفيديو اشرح مهام الاسبوع الثاني، ومن نكملها راح نشرح مهام الاسبوع الاول، لان انا الاسبوع اللي فات كان عندي شغله ما قدرت اسوي الشرح. فالشرح راح يكون شفهي لان ما بيهن شي كلش صعب، يعني راح اعطيكم صور حتى اوضح لكم اياهن. بالبداية نبدأ بمهام ال RB المجانية او الفري رويال باس. اوكي، فخلي بطل دولة. عندنا المهام السهلات ذني. نبديهم من جوا. انفق البي بي اللي هي العملة الذهبية اللي نقاط المعركة ذن، من تصرف 20,000 منهن الذهب بصناديق البطل، راح تكملها بس 20,000 وتكملها. اللي بعدها صل إلى الفئة الذهبية وأعلى. التصنيف مالتك راح يكون بأي شي، سولو، دو، سكواد، فيرست بيرسون، ثيرد بيرسون، هم ما يفرق عندك. أهم شي واصل للفئة الذهبية. أنا من رجعنا أصلا رجعنا بلاتينيوم 3 فما أثر علي. اللي بعدها يقولك فوز بمباراتين هاي، فتفوز بمباراتين بأي وضع. أنصحك إذا تريد تكملها بسرعة مستعجل عليها، ادخل كويك ماتش، راح يكون سهل عندك. كيفك تريد تدخل دو، سكواد، سولو، هم بالحالتين كلهن سهلات عليك. البعد هيقول لك رجع صحتك بقيمة 1500 صحة. يعني شنو؟ الدم مالتك من ينقص عندك، هذا الدم مالتك الشريط الجوا ينقص. هو كله 100، هذا يعني 15 مرة ترجع دمك إذا كان صفر. أوكي، فأنت بهذه الحالة شو تسوي؟ تفول البوست مالتك أو المشروب وتطلع برا الزون، وظل ينقص ويزود ينقص ويزود وهكذا، يعني إذا مستعجل عليها. بينما إذا تلعب انت يوميا فراح تكمل بسرعة عندك أو بسهولة. المهمة اللي بعدها يقولك اقتل 10 بالفي اس اس. الفي اس اس تعرفون هذا القناص البيض، فبالنسبة للسنايبينج كلش قوي، بس انت من تدخل جيم عادي شوية صعب عليك. فإذا تريد تدخل جيم أنصحك تلعب بسان هوك أو ايرينجل، راح تكون عليك سهلة شوية. اذا استعملت في اس اس، وبالاخص ايرانجل راح تكون سهل عليك. ادخل سولو وان شاء الله تكملها بسهولة، يعني ما تأثر عليك. المهمة اللي بعدها يقول لك اقتل 20 عدو وانت مبطوح، يعني اوكي لازم انت مبطوح بالقاع وتقتل 20 واحد. شنو المغزى منها ما ادري، بس هي مهمة بيض وتحث على ذول الكمبرية اللي لعبان نفس. لان اوكي الناس، انا شو اسوي؟ انا وكلي واحد انبطح وقتله. اوكي، فهيك كملتها بسهولة. المهام مع الرويال باس الذهبي او الاليت اللي ما مشتري ما راح يستفاد منه ذني. عندنا اول مهمة يقول لك حصل درع ليفل 3 ب10 مباريات، يعني حتى اذا مدمج تقدر تاخذه وترجع على درعك اذا كان ليفل 2. اوكي، ف شوية سهلة. واذا جمعتك حصله وخلي استعيره من صاحبك ورجع له اياه، لان راح يقتلك اذا ما رجعت له. المهمة اللي بعدها يقول لك اقتل 3 بالمسدس. كلها سهلة، لأن تقدر تقتل البوتات، يعني يجيك بوت تقتله بالمسدس، لا تقتله برشاش. تريد تسويها بالسكواد هم عادي تنوك لك واحد، أو آه، تقتل لك بوت بالمسدس هم سهلة. فبالحالتين أصلا تقتل بالمسدس. أكو مسدسات قوية، هذا الرشاش، وأكو الريفولفر اللي يستعمل طلق 7 هم قوي. المهمة اللي بعدها اهبط على سطح المدرسة اللي بإيرينجل، راح أعطيكم صورتها. تهبط عليها 3 مرات وراح تكمل هذه المهمة. المهمة اللي بعدها اللي هي أفشل مهمة وأصعب مهمة تقريبا بهذا الأسبوع، اللي هي اقتل 20 واحد ساهمي هاي المنطقة اللي قدامكم بالاي كي أو الام 7 أو ام 762. شوية سهلة وشوية صعبة، ما أدري شلون أفهمك إياها، بس هي يعني تروح لهذه المنطقة، حاول تقتل أكبر كمية ممكنة. تقدر تكمل ذي المهام كلهن، ما قايل لك أي مهمة منهن إلا بمهمة أو بجيم واحد، لا تقدر تكملها بقيومة متفرقة، فعاد يعني. هذه شوية ضوجتنا اني المهمة، لأن مملة يا أخي، ما تلقى السلاح لو ما تلقى ناس. فنعبر على مهام الأسبوع الأول اللي مكملين يعني كلهن. أوكي، أنا تأخرت عليهن فلازم أنزل عليهن فيديو ثاني. فبالبداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اقتل 3 أعداء باستعمال المقلاة. المقلاة طاوة أو كلكم تعرفوها، تقتل بيها 3 بوتات، لأن أو تفنش بيها واحد بنوكته هم راح تنحسب. أتوقع إذا ما صارت عندك فنوك وفنش، أو تلعب سولو وتقتل بوتات. المهمة اللي بعدها سوي ريفايف لأصدقائك 5 مرات، فكل سهلة. أوكي، بس ريفايف يعني يوقع صاحبك، تقدرون تسوون يعني يروح المكان عالي يطفر منه،
وتسوي لها ريفايف وهكذا، ومن يكملها من تسوي هي فحتى يكون بها مساومة شوية. المهم اللي بعدها يقولك تكون من أفضل لاعبين 3 مرات في أي وضع. أوكي، يعني تاخذ إما الأول أو الثاني أو الثالث مرة واحدة بأي وضع. فقلت لك الكويك ماتش كل سهلة تقدر تسوي بها هذه المهمة. المهمة اللي بعدها يقول لك امنح 20 لايك لأصدقائك من يكملون الجيم. كلكم لازم تموتون، يعني مو تموت انت تطلع من الجيم ما تقدر تعطيهم لايكات هيك، لازم تنتظرهم لما يموتون كلهم او تفوزون الجيم حتى تعطيهم لايكات. المهمة اللي بعدها يقول لك اكتب 10 اعداء بالجي 36 سي اللي هي جي سي احنا نسميها، اللي خاصين الام 16 عبالهم هي الجي سي. لا، الجي سي هي هذه الجي سي. اوكي، تقتل بها 10 اعداء هاي. فقط تقدر تكملها فيكندي لان هذا السلاح موجود بس في فيكندي، فشوية ناس ما تحب بس ارنجل ما ادري ليش، وانا اكثر خريطة اكرهها هي ارنجل ما لنا علاقة. المهم اللي بعدها يقولك حصل جنطة ليفل 3 ب10 مباريات، فتقدر انت وجماعتك واحد يحصل تعطيها. اوكي، تقتل 20 واحد بالام 416 اللي هي الام 4 السلاح الشهير. تقتل بالام 4 فسلاح معروف واحسن الاسلحة عند الناس. والمهم اللي بعدها استكمال مهام العشيرة. مهام العشيرة راح احط لكم صورة مالتهن، فذن تكملهن وراح اوكي تكمل كل سهلة. اتوقع بيومين او 3 تقدر تكملهن اذا كنت انت يعني متفاعل بالكلان. المهم اللي بعدها يقول لك اقتل 3 اعداء بطلقة في الرأس. طلقة في الرأس يعني شنو؟ هاي تقدر تسويها شو اسمه بالقناصات، تلعب سولو تعطيهم هيد شوت وتازة في ملخص بالأم ويلي. المهم اللي بعدها يقول لك او الاخيرة للرويال باس الاليت اللي هي افتح 5 اسقاطات جوية. اوكي، الاير دروب اللي يسوي مجازر في كل وضع وفي كل زمان وفي كل مكان تفتح 5 منه، لازم تكون اول واحد حتى يحسب لك اياها. فهذا المهام او هذا الموسم شوية غيروا بالارقام. اوكي، شوفون ذن اللي هنا او منشول، ذن اللي هنا النقاط اختلفت. يجوز انزل فيديو اللي يريد يعرف وش راح يحصل بالنسبة للمجاني والإليت والإليت اللي ماخذين القديم او اللي مثل يعني اللي السيزن اللي فات اخذت 100 وهذا السيزن فتحته. فشوف جد راح نوصل للآر بي وهل نقدر نوصل 100 او لا. ففكرة كانت عندي من قبل، اتوقع سويتها همين بموسم الرابع والثالث، الرابع اتوقع. فهذا كل الفيديو، اتمنى استفادتوا منه شوية منشول لان ما ادري ليش وقت اطيباني بس. اوكي، شكرا لك على المشاهدة. كان هذا كل الفيديو، اتمنى استفادتوا من الفيديو. اي شيء مو واضح تقدر تكتب بالتعليقات ان شاء الله اساعدك. وبس، في امان الله.